اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد، ولا نشوف فيديو النهارده بيقول ايه. عايزه اقول لكم النهارده كده. طبعا احنا بدأنا دروس، كل سنه وانتم طيبين. بقى لنا شهر غرقانين في الدروس والكتب الخارجيه والحاجات دي. طبعا بدأنا بقى، رجعنا بقى تاني للمذاكره والحاجات دي. فبقينا بنصحى بدري، و يعني بقينا بقى بنصحى بدري علشان خاطر اللي عنده مذاكرة، اللي عنده واجب، اللي عنده حفظ قرآن كده يعني. بنصحى بدري على الساعة 8 ونص كده، نعمل اللي ورانا ونخلص مذاكرتنا وحاجتنا، ونبدأ بقى نشوف شغل بيتنا احنا. يومي بقى النهاردة بدأ بعد ما خلصت مع ولادي وهيمشوا، اتكلوا على الله يشوفوا مصلحتهم بره ايه. انا بقى امشي، انا بقى دوري ان انا الم وراهم بقى كتب، حاجات بتاع كده. فالدنيا بص في الأوضة كانت على بعضها، شبه على بعضها يعني. فقلت خلاص، هما يمشوا ان شاء الله، اعمل اول حاجة كوباية قهوة تظبط دماغي، علشان انا حاسة ان انا في في عالم تاني او في كوكب تاني مع نفسي كده من الصداع. فقلت لا، علشان افوق من الصداع ده لازم أنا اعمل حاجة ايه تفوقني. قلت خلاص، ما بديهاش بقى ان انا اعمل فنجان قهوه او كوبايه قهوه تفوق عليا كده، واقوم اشيل الكتب الزياده والحاجات، ارص المكتب. والمفرش بتاع المكتب كان تقريبا حد واكل منجايه او حاجه ومحتاس يعني ومتبهدل كده، فقلت لا اشيله يتغسل بالمره. بما اني هغير فرشه السرير، احنا عندنا فرشه السرير يومين، يوم تاني ثالث يوم خلاص ما تنفعش. انتوا عارفين بقى اولادي وصبيان وبيلعبوا وكده، مفيش فرق بين ولد وبنت، بس يعني انتوا فاهمين، يضربوا بعض ويحدفوا بعض والحاجات دي. فانا بقول لا خلاص، هي ما بتنفعش ان انا انفضها وارجع احطها تاني، ما تنفعش، لازم تتغسل. هنا بقى كان لسه بقى لسه ما مشاش، مع ان انا مجهزه له حاجته وكله تمام. داخل بيقول لي ممكن ممكن كلمه لو سمحتي. معرفش كان بيعملوا ايه، بيقول لي ينفع يرضيكي ابنك يضرب الصغير؟ ممكن تقولي كلمه حق يعني. فجايب لي القلم كده زي الميكروفون، يقول لي قولي كلمه حق، او كلمه حق هضربكم انتوا الاتنين. المهم بقى ايه، قلت ارتب الكتب على المكتب كده واظبط الدنيا، واغير فرشه السرير. بص بقى، رجعنا بقى للخرايط بقى والقرف. بس الحمد لله يعني، ربنا يدوم عليهم يا رب، وربنا يسترها، علشان المدرسين مش فاهمين، احنا مش فاهمين حاجه، احنا ماشيين مع كل يوم قرار جديد وكل يوم نظام جديد، مش عارفين في ايه والله. الحمد لله. بس المهم بقى، قلت ارتب الدنيا كده واروق، علشان خاطر ان انا لو ما روقتش ودخلت المطبخ وطلعت من الاوضه ما عملتش فيها حاجه، ودخلت المطبخ مش هعمل الاوضه خالص. فاعملها واطلع منها وادخل المطبخ بعد كده ايه، تبقى عدت من عليا. هي تقريبا اكتر حاجه اوضه الاطفال دي اللي بتبقى مبهدله في البيت كله، لان ولادي يعني بسم الله ما شاء الله بيلعبوا فيها، يضربوا بعض فيها كده. هنا بقى بصوا، ازايز والترابيزه، وخلاص رجعنا بقى للمذاكره. فرجعنا بصوا، السفره بيتذاكر عليها، الترابيزه دي بيتذاكر عليها، الديسك بيتذاكر عليه، الارض والسرير بيتذاكر عليه. مش عاملين لهم مكان مخصص ان هم يقعدوا فيه. بعدين المكان اللي بيجي فيه طراوه بنقعدوا فيه. بس المهم بقى، قلت بقى اغير فرشه السراير، اشيل الكراسات الزياده، ازايز وحاجات بقى ملهاش لازمه في الاوضه، اروق بقى على الاوضه ترويقه تمام كده، ارجعها بصوا زي الفل. فما كنتش هقدر اعمل كل اللي انا بعمله ده الا وانا شاربه كوبايه قهوه كده، مروقه مزاجي، عشان تديني طاقه وباور. بحس ان القهوه بتديني طاقه وباور كده، ان انا اتنشط واعمل شغل البيت كله بسرعه، اللي هو بسرعه بنجري ورا بعض كده. انتوا فاهمين، احنا بنجري والدنيا بتجري ورا بعض. بس المهم بقى، جبت المكنسه اللزوزه ديت، الجامده الجموده دي، اللي مش هتعمل اي حاجه خالص، مش هتنضف ولا تعمل حاجه. بص، تنظيف المكنسه بيشفط السجاده من فوق ومن تحت. يعني لو في تراب في السجاده، اللي هو لو طلعت السجاده تنفضيها، ما تطلعش دخان منك بقى او حاجات كده، لا تبقى بتنفضيها وهي نظيفه. انتوا فاهمين. وكمان بيشفط تراب فوق السجاده وتحت السجاده. انما الكنس بالمقشه ده كده لا، مش بقتش مقتنع بيه. بس المهم ما علينا، يعني هنفضل نعمل بيها كده شويه، مش هتشتغل اصلا. وتقريبا في حاجه في موتور الشفط بتاعها، مش بتشفط كويس او بقت ضعيفه، على الرغم ان فرشه اتكسرت وانا اشتريت فرشه جديده، بس مش عارفه بقى ده عيب فرشه ولا عيب موتور شفط. فوديتها كذا مره وشكلها كده خلاص، استودعكم الله بقى. يلا اتكلي على الله حبيبه قلبي، ما بقتش نافعه. يلا هش 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 بعيد هش. خلاص ما بقتش نافعه بقى ان هي ايه، تنظف تاني او تعمل حاجه تاني. كتر خيرها لحد كده، نرجع بقى لايام زمان، ونرجع بقى لايه، لاصلنا اللي هو ايه، المقشه. هو ما فيش غيرها منها، والهي نعود على طول. قلت بقى اجيب المقشه كده وانطر شويه الحاجات اللي على الارض، عشان الولاد كانوا بقى ايه واكلين حاجات، وانتوا عارفين بقى، وبري بقى والكلام ده كله. طبعا كل الحاجات دي بتعمل سرسبه كده، بتنزل على الارض حاجات صغيره وفرافيت وكده. فقلت لا، لازم انا ايه،
اقعد بقى اكنس كده، مع ان المقشه بتجيب من الاركان واللي هنا واللي هنا، بس برضو مفيش غنى عن المكنسه بصراحه، مريحه وبتريحني يعني. فهنا بقى كنت خلصت كنس وخلصت مسحت كمان تحت السجاده. فقلت بقى اطلع طقم السرير افرش السراير. جبت المرتبه كده وكده عشان اظبطها واعدلها ونفضتها بقى ومسحت السرير وكله تمام. بس قلت بقى افرش السراير واروق عليها كده واخلص، علشان لو دخلت المطبخ مرجعش بقى ادخل تاني ايه الاوضه واعمل حاجه تاني فيها، وكمان الولاد هيكونوا قربوا يجوا، لا فتبقى مره واحده. بس كده تمام خلصنا. والكبرتيه كمان اتشمست والمخدات كانت في البلكونه واتشمست، يعني كله ايه، كله زي الفل والدنيا تمام وراحت قشطه كده. بس بقى قلت بقى ايه اروق عليها، علشان خاطر ان انا ايه الراحه النفسيه، ما كانت الراحه النفسيه. هنا بقى الحافظه بتاعه الاوضه دي لونها روز عشان طبعا دول الخشب والحاجات دي. فقلت بقى بهدلوها، كبوا عليها قهوه تقريبا وكبوا عليها إيه بخور، بتاعه البخور، قلبوها عليها. فقلت خلاص بقى اشيلها، غسلتها وجبت دي مكانها. قلت لو ما فرشتش حاجه هيبهدلوا السجاده وهتبوظ، واضطر ان انا اشيلها واغسلها، وانا لسه كنت غاسله السجاد قريب. فمش بصراحه ما عنديش طاقه ان انا اشيل واغسل تاني يعني. بس فقلت بقى عندي بقى الغسيل كانوا على المنشر كده، رحت شايلاهم. قلت بقى اشيل غسيل وارجعه مكانه، اللي عايز يتعلق اعلقه، واللي عايز يطبق اطبقه، علشان خاطر ايه برضو يعدي من عليا مشيلوش واركنه وارجع ابقى متضايقه يعني منه او كده، ويفضل بقى يتركن. لو ركنته ما طبقتوش على طول في نفس اللحظه، خلاص بيتركن بقى، ما بيتقل يعني، او بص اللي هو ايه، مش عارفه، بس هو ما بيتعملش، بيتكون بقى عليه حاجات تانية. فانا بقول حبه بحبه كده بيخلصوا بيبقوا خفاف، وعشان كمان عندي حاجات تانية عايزه تتنشر، فما يتكومش عليا كله. فبسرعه بسرعه بصراحه حبه القهوه ادوني الباور بقى والطاقه ان انا ايه، ان انا اشتغل. وهنا برضو كنت بكلم تقريبا ماما، كنت بسأل عليها عشان كانت تعبانه يعني، ربنا يشفيها يا رب ويزيح عنها ويديها الصحه يا رب. بس قلت بقى اكلمها كده واسال عليها، علشان ايه طبعا لو انشغلت مش هعرف اتكلم برضو، مش هعرف اتصل عليها ولا اسال عليها. فيبقى من اولوياتنا من اهتماماتنا ان هو اول ما بصحى اصلا بحب اتصل على ماما واطمن عليها يعني. او حاليا بقت المذاكره بتاخدني، هي بقى بقت عارفه ان انا ايه، ان انا خلاص ما بقدرش الصبح ان انا اتصل عليها علشان مذاكره الولاد، وهي كمان عرفت. فدلوقتي بتتصل عليا، لو انا ما اتصلتش بتتصل عليا على مثلا اخر النهار شويه كده، تطمن علينا برضو كده، علشان خاطر يعني ايه عارفه ان احنا في الوقت بتاع الصبح ده بنبقى بنذاكر، نحفظ القران اللي علينا بالحاجات دي. هنا بقى كان عندي شويه غسيل قلت انشرهم. معرفش ليه ولادي بيطلعوا بدل الفوطه 3 4 فوط، يعني انا دلوقتي منشره 6 فوط، طب ليه 6 فوط معرفش. بس المهم بقى ايه، قلت برضو ايه اطلع الدوره اللي في الغساله، كنت مشغله عليها يعني على ما روقت الاوضه، قلت اطلعها عشان خاطر ايه انشرها بالمره، يبقى ما وريش برضو حاجه غير لما بدخل المطبخ مش بعرف اطلع منه غير بعد حبه حلوين يعني. ليه بتغسلي مواعين وبتعملي اكل، وبعد ما بتعملي اكل بتغسلي مواعين تاني وهكذا. فانا قلت لا، انشر الاول واخلص، بحيث ان انا ايه الغسيل ينشف وانا برضو بعمل الاكل، يبقى انا عملت حاجه كذا حاجه في وقت واحد يعني. لما برتب يومي وبحدد اولوياتي بحس ان الدنيا منظمه، يعني كل حاجه بتيجي بالترتيب احسن. ساعات بقعد اكتب والله اللي انا عايزه اعمله علشان خاطر ما انساش اولويات البيت او المهام بتاعه البيت هتكون ايه. هنا بقى دخلت قلت بعد ما خلصنا الغدا وكده اعمل لهم بقى حاجه حلوه عشان خاطر ايه، يعني حاجه بقى تساعدنا على توفير شويه، على توفر علينا في فلوس الفطار شويه كده يعني. فانا قلت اعمل لهم بسكوت باليانسون، طبعا الولاد بيحبوه قوي وانا بحبه الصراحه. او في البيت يعني كان مثلا قرص مخبوزات الحاجات دي بتوفر علينا شويه في الفطار والعشاء، فاهمين. فهنا معايا 4 بيضات وحطيت عليهم كوبايه مع باكو فانيليا، فانيليا دي بالبرتقال تمام، وعليها كوبايه الا ربع سكر، وهنضربهم ضرب لحد ما يعملوا فيهم تخين كده شويه تمام. وحجمهم تحسي ان الحجم بتاعهم زاد في الخلاط. بس هنا بقى معايا كوبايتين ونص دقيق، وعليهم معلقتين ينسون، ومعاهم معلقه بودر او كيك شيف. وده كان كيك شيف مش باودر، هو عامة باودر كله يعني، بس الأسامي مختلفة. فده كان كيك شيف. وقلبتهم كويس كده على بعض، وحطيت سنة ملح صغيرة. على ما على ما الخلطة بتاعتي تكون ضربت في الخلاط، بكون بقى ايه
بشغل الفرن علشان خاطر الفرن تكون سخنه. وهنا هنزل على الخلطه دي بكوبايه الا ربع زيت. وبرده كده انا مشغله الفرن علشان خاطر تسخن معايا وتمام. أو بتعامل معامله الكيكه، يعني انا ادخل اي حاجه عامه يعني عايزاها نتيجتها كويسه في الخبيز بتاعها في الفرن، لازم تشغلي الفرن قبليها وتدخليها على الفرن وهي سخنه، ما تخشش على الفرن وهي بارده. الكيكه لو دخلت الفرن وهي بارده تهبط منك. وده بيتعامل معاملة الكيكة بالظبط. بس طبعا احنا مش عايزين ناكله. ليه بقول بسكوت؟ لان احنا مش هناكله طري، احنا هنخبزه تاني زي البقسماط والحاجات اللي احنا بنعملها والتوست والحاجات دي، نخبزها عادي ونطلعها ونخبزها ايه، نحمصها بقى بعد كده. بس انا برضو خدتهم حبة كده في الخلاط، حبة حلوين. دي من الحاجات الموفرة بالنسبة لي في البيت، يعني بالنسبة للفطار والعشاء. تمام. وبالنسبه برضو الولاد لو رايحين درس وفي بريك بعد بين الدرس والدرس وهيغيبوا بره، فبديها لهم كده في علبه او في لانش بوكس او حاجه، يبقى بالنسبه لهم سناك كده لحد ما يجوا يتغدوا يعني. برضو بتبقى من الحاجات الموفره معايا. هنا بقى نزلت بالخلطه على الدقيق، كانت ماسكه شويه وكانت تقيله. عادي خالص، ما تقلقيش، بتخففيها بنص كوبايه لبن، بربع كوبايه لبن، على حسب العجينه بتاعتك ما هتستخدميها ايه. بس دهنت الصينيه بتاعتي كويس ونزلت الخليط بتاعي كده زي ما انتم شايفين، وههبد الصينيه هبدتين على الرخامه علشان خاطر الخليط كله يبقى متساوي، ما تبقاش حته عاليه وحته واطيه في قلب الصينيه. وهدهن ايدي زيت، تمام، وهطبطب على العجينه من فوق كده علشان خاطر اسويها، ويعتبر ان انا برضو ايه بلمع الوش شويه. بس بس حاجة بسيطة ومش مكلفة، وكل الحاجة موجودة عندك في البيت. ليه ما نعملش الحاجة دي توفر علينا؟ بصراحة لما بعمل أي مخبوزات، قراقيش، قرص، بسكوتات، أي حاجات من دي، بتوفر وتخلي بقى تلاقي ولادك بقى داخلين من بره، ايه الريحة الحلوة دي، انت عملتي ايه النهاردة. الحاجات دي بتفرق جدا مع ولادنا، وبتفرق في الميزانية عامة يعني. بس ان شاء الله جربوها بنفس الطريقة اللي انا قلت لكم عليها. اظن مفيش طريقة اسهل من كده. تمام. ولا تعقيدات، ولا هاتي كوبايه مش عارفه ايه واعملي ايه، ولا الحاجات دي. لا، كلها اسهل من السهوله. حطيتي حاجه على حاجه واستنيتي الدقيق، زي الكيكه بالظبط. بس دخلناها الفرن وخلاص، خلصناها وطلعناها. بصوا شققتها كده، هوريكم بقى دلوقتي وانا بشققها. انا كنت بوريكم الصوره بس. طبعا حطيتها تحت شغلت لها الشوايه شويه عشان احمر الوش، فالوش كان هيسافر مننا. انت ممكن تطلعيه اقل من كده شويه يعني، بس انا كنت بعمل حاجه تانية وغيبت عليه حبه. بس حلو برضو، مش وحش، مقالش لا يعني، بس هو غمق مني سنه كده. فالمهم هنا بقى ايه، احاول ان انا اعملها مش يعني مش هسويها بمسطره او حاجه عشان انا اعمل لها اطلعها بالظبط. لا، انا اعملها بالبركه كده، وان شاء الله تطلع برضو ايه، مفيش احسن من البركه. وان شاء الله تطلع كويسه ومتساويه وهتطلع حجم واحد يعني. بس هندخلها بقى في الفرن كده تتحمص بقى. بص، عشان انا الصينيه بتاعتي مدوره، فالجناب بتاعتي دوران، فانا قصيت الجناب علشان اطلعها ايه، اطلع حته من اطلع القلب اللي في النص المستطيل. بس كده سهله خالص، مفيش اي تعقيدات ولا اي صعوبه في الموضوع خالص، وهتملي بيتك خير وبركه من حاجات بسيطه جدا يعني. وممكن تخليهم 3 بيضات مش 4، لو مش متوفر 4 ممكن تعمليها بيضتين كمان على فكره، عادي يعني. بتقللي دي شويه وخلاص، تخلي بدل معلقتين كوبايتين ونص تخليهم كوبايتين. بسيطة يعني. بس هنقطعهم بقى كده علشان خاطر ان احنا ايه، ندخلهم بقى الفرن يتحمصوا بألف هنا وشفا. بس ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. اشوفكم على خير في فيديوهات جايه كتيره ان شاء الله حلوه. يا رب تكونوا استفدتوا حاجه. بس هيدخل بقى الفرن ياخد تحميصه كده، المهم ان هو ينشف شويه يبقى مية مية. اشوفكم على خير، سلام عليكم.